حكاية شارع. أنا هحكي لكم قصص من الشارع، استعدوا للمغامرة. ده بابور جاز كان تمنه 500 جنيه. ده بابور نحاس يعني، هما اتنين جنب بعض. الكاسيت اللي تحت ده آخر حاجة سعر وصل فيه 450 جنيه. دول الاتنين دول واحد فيهم ب500. دي نجفة نحاس كاملة، دي كان طالب فيها 4000 جنيه. ودول مبخرتين بتوع بخور، هما في منتهى الجمال اللي في الدنيا، نحاس صافي يعني. المكان ده فيه حاجات كتير جدا ممتعة، ما تحب يعني مش هيبقى عارف تخرج إلا لما تاخد حاجة معاك. دي بنادق من العصر الإنجليزي، هو بيبيعها أنا مش عارف إزاي يعني. بيبيع الواحد ب1300 جنيه. دي بنادق اللي مسنودين على المكنة بتاعة التطريز. دول 4 بنادق أو 5 بنادق، كل واحد فيهم بيبيعه ب1300 جنيه. ده أكورديون بتاع زمان جدا، ده بايظ. في ناس كتير جدا بتيجي تسأل على البنادق وعمالة تستفسر عليها، إنها من العصر الإنجليزي وإزاي هو بيبيعهم وكده. ده بوفيه بقى ونيش وبيبيع أنتيكات. دي راديوهات بتاعت زمان، بيبيع الواحد فيهم ب350 جنيه، بس هما يعني يتحطوا كشكل بس، لأن هما مش شغالين يعني. جراموفون، بس هو برضو لما سألته عليه هو بيبيعه ب3000 جنيه. لما سألته عليه هو مش عارف هو شغال ولا مش شغال. دي ما كانت خياطة، بس شوفوا جمالها والتفاصيل الشياكة اللي فيها، يعني منقوشة، مش حاجة كده علشان حد يقعد يخيط عليها وخلاص. يا جماعة المكان ده فعلا كنز موجود، اللي بيخشوا ما بيبقاش حتى عارف يخرج منه. ايه هو مش هناكل؟ مش انت قلت لي تعالى عشان تاكل؟ ده بيشغل عليه اسطوانات، وده شغال وبيتباع ب1300 جنيه. والتاني برضو شغال وبيتباع ب1300 جنيه. دي مكوة رجل. ده كانوا بيكووا برجله، بيسند بإيده وبيسند برجله علشان يكوي بيها الحاجة. ما اعتقدش في ناس دلوقتي لسه بتكوي بمكوة الرجل لحد دلوقتي. الناس بتاعت زمان كانت بتتعب جدا يعني، علشان يكوي تيشيرت او يكوي قميص بيشيل حاجة مثلا وزنها مش اقل من 10 كيلو مثلا. دول كلهم عبارة عن مكنة خياطة اللي هي بتشتغل بالرجلين، حوالي 5 أو 6 جنب بعض. دي الراديوهات القديمة كلها. الراديو بيتباع هنا هو بحوالي بيتراوح سعره من 400 جنيه لحوالي 1200. الكونسول ده بيتكلم في حوالي 3500 جنيه. هو كونسول طبعا بالرخامة بتاعته. المراوح ب1500 جنيه. المروحة دي واللي جنبها الواحدة فيهم ب1500 جنيه. ولو وصلت معانا لحد هنا، أرجو تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وتعمل شير. شكرا ليكم وشكرا لذوقكم، شرفتوني. من شارع ديانة للأنتيكات. السلام عليكم.